القبلة. واستأذن الحسين برير بن خضير في أن يكلم القوم، فأذن له الحسين عليه السلام، وكان شيخا تابعيا ناسكا قارئا للقرآن، ومن شيوخ القراء في جامع الكوفة، وله في الهمدانيين شرف وقدر وجلاله. فوقف قريبا منهم ونادى: يا معشر الناس، إن الله بعث محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، وهذا ماء الفرات تقع في خنازير السواد وكلابها، وقد حيل بينه وبين ابن بنت رسول الله، أفجزاء محمد هذا؟ فقالوا: يا برير، قد أكثرت الكلام فاكفف عنا، فوالله ليعطش الحسين كما عطش من كان قبله. قال: يا قوم، إن ثقل محمد قد أصبح بين أظهركم، وهؤلاء ذريته وعترته وحرمه، فهاتوا ما عندكم، وما الذي تريدون أن تصنعوا بهم؟ فقالوا: نريد أن نمكن منهم الأمير عبيد الله بن زياد فيرى فيهم رأيه. قال: أفلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه؟ ويلكم يا أهل الكوفة، أنسيتم كتبكم وعهودكم التي أعطيتموها وأشهدتم الله عليها وعليكم؟ أدعوتم أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم دونهم، حتى إذا أتوكم أسلمتموهم إلى ابن زياد وحرمتموهم عن ماء الفرات. بئس ما خلفتم نبيكم في ذريته، ما لكم لا سقاكم الله يوم القيامة، فبئس القوم أنتم. فقال له نفر منهم: يا هذا، ما ندري ما تقول. قال: الحمد لله الذي زادني فيكم بصيرا، اللهم إني أبرأ إليك من فعال هؤلاء القوم، اللهم ألقي بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبا. فجعل القوم يرمونه بالسهام فتقهقر إلى ورائه. ثم إن الحسين عليه السلام أخذ مصحفا ونشره على رأسه. ووقف بأزاء القوم وقال: يا قوم، إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم استشهدهم عن نفسه المقدسة وما عليه من سيف جده النبي صلى الله عليه وآله ولامته وعمامته
فأجابوه بالتصديق، فسألهم عما أقدمهم على قتله، قالوا طاعة الأمير عبيد الله بن زياد. فقال عليه السلام: تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا ولهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم لبا لأعدائكم على أوليائكم، بغير عد أفشوا فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم، والجأش طامن، والرأي لما يستصحى، ولكن أسرعتم إليها كطير الدبا، وتداعيتم عليها كتهافت الفراش، ثم نقضتموها. فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم وعصبة الأثيم ونفثة الشيطان ومطفئي السنن، ويحكم أهؤلاء تعاضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتآزرت فروعكم، فكنتم أخبث ثمرة شجا للناظر وأكلة للغاصب. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يابى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنين، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاقة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاقف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر، أما والله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس، حتى تدور بكم دور الرقى، وتقلقوا بكم قلق المحور. عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله، فاجمعوا أمركم وشركائكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ثم رفع يديه نحو السماء وقال: اللهم احبس عنهم قطر السماء، وابعث عليهم سنين كسنين يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيل يسقيهم كأسا مصبرا، فإنهم كذبونا وخذلونا، وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. واستدعى الحسين عليه السلام عمر بن سعد فدعا له، وكان كارها لا يحب أن يأتي، فقال الحسين: يا عمر، أنت تقاتلني وتزعم أن يوليك الدعي ابن الدعي بلاد الري وجرجان، والله لا تتهنأ بذلك أبدا، عهدا معهودا، ولكأني برأسك على قصبة قد نصب بالكوفة، يترامى الصبيان ويتخذونه غرضا بينكم. فاغتاظ ابن سعد من كلامه،
ثم صرف بوجهه عنه مغضبا. ولما سمع الحر بن زياد الرياحي كلامه واستغاثته أقبل على عمر بن سعد وقال له: أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال عمر: إي والله، قتالا أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح الأيدي. قال الحر: ما لكم فيما عرضه عليكم من الخصال؟ فقال عمر: لو كان الأمر إلي لقبلت، ولكن أميرك أبى ذلك. فتركه الحر ووقف مع الناس، وكان إلى جنبه قرة بن قيس، فقال لقرة: هل سقيت فرسك اليوم؟ قال: لا. قال الحر: فهل تريد أن تسقيه؟ فظن قرة من ذلك إنه يريد الاعتزال ويكره أن يشاهد، فتركه، فأخذ الحر يدنو من الحسين قليلا قليلا. فقال له المهاجر بن أوس: أتريد أن تحمل؟ فسكت وأخذته الرعدة. فارتاب المهاجر من هذا الحال وقال له: لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، فما هذا الذي أراه منك؟ فقال الحر: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا ولو أحرق. ثم تقدم نحو الحسين منكسا رمحا قالبا ترسا، وقد طاطأ برأسه حياء من آل الرسول بما أتى إليهم، وجعجع بهم في هذا المكان على غير ماء ولا كلا، رافعا صوته: اللهم إليك أنيب فتب علي، فقد أرغبت قلوب أوليائك وأولاد نبيك يا أبا عبد الله، إني تائب فهل لي من توبة؟ فقال الحسين عليه السلام: نعم يتوب الله عليك. فسره قوله وتيقن الحياة الأبدية والنعمة الدائمة. فحدث الحسين عليه السلام بحديث قال فيه: لما خرجت من الكوفة نوديت: أبشر يا حر بالجنة. فقلت: ويل للحر يبشر بالجنة وهو يسير إلى حرب ابن بنت رسول الله. فقال الحسين عليه السلام: لقد أصبت خيرا وأجرا. ثم استأذن الحسين في أن يكلم القوم، فأذن له الحسين عليه السلام، فنادى بأعلى صوته: يا أهل الكوفة، لامكم الهبل والعبر أن دعيتموه وأخذتم بكظمه،
وأحطتم به من كل جانب، فمنعتموه التوجه إلى بلاد الله العريضة حتى يأمن وأهل بيته، وأصبح كالأسير في أيديكم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وحرمتموه ونساءه وصبيته وصحبه عن ماء الفرات الجاري الذي يشربه اليهود والنصارى والمجوس، وتمرغ في خنازير السواد وكلابها، وها هم قد صرعهم العطش. بئس ما خلفتم محمدا في ذريته، لا سقاكم الله يوم الظما. فحملت عليه رجاله ترميق بالنبل، فتقهقر حتى وقف أمام الحسين عليه السلام، إذ إن الحسين ابن علي منع أصحابه وأهل بيته من أن يبدأوا القوم بقتال قط، فلذلك ترى الأصحاب في كل مقام وعظ وإرشاد وتوجيه يرشقون بالسهام أو يحمل عليهم أحد، يرجعون إلى ورائهم امتثالا لأمر إمامهم وسيدهم أبي عبد الله الحسين، إذ إنه ما يريد أن يبدأهم بقتال. وصاح الشمر بأعلى صوته: أين بنو أختنا؟ يا حسين، أين بنو أختنا؟ أين العباس وأخوته؟ فقال الحسين عليه السلام: أجيبوه وإن كان فاسقا. فقالوا: ما شأنك وما تريد؟ فقال: يا بني أختي، يا بني أختي، إنكم آمنون عندنا، فلا تقتلوا أنفسكم مع الحسين، والزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد. فقال له العباس: لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له، وتأمرنا أن ندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء؟ وتقدم عمر بن سعد نحو عسكر الحسين ورمى بسهم وقال: اشهدوا لي عند الأمير، اشهدوا لي عند الأمير إني أول من رمى معسكر الحسين ثم رمى الناس. فقال الحسين عليه السلام: